حاجات بسيطة ولطيفة وتايهة وضايعة مش واخد بالك منها. ولا الضاد ها، ولا ستة، ولا الضالين، برضو اللام مشددة، ولا الضاد مشددة، ولا الضالين، آمين. غفر لك ما تقدم من ذنبك. وبعدين نقرأ السورة، وبعد ما نقرأ السورة نرفع ايدينا الله أكبر واركع. وشفنا الركوع المرة اللي فاتت. اسمع تاني كده سيدنا النبي، ده بقى من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. دي يا جماعة اسمها الراحة. معايا يا زعيم؟ ربنا يتوب عليك يا مدني. الراحة دي الراحة دي اهي، اللي هي دي اسمها راحة اليد. ماشي؟ الراحة، ضع راحتيك دي على ركبتيك. يبقى الركبة اللي بيسموها الايه، الصابونة الركبة لازقة في راحة ايدك. ضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين اصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو موضعه. فهمني ازاي؟ عملناها. كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. ما يركعش يروح مدخل كيعانه تحت جنبه، وانما ينحي مرفقيه عن جنبيه. يبقى الكوعين بعاد عن الجنب، المرفق قصدي بعيد عن الجنب. وكان اذا ركع، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ظهره حته واحده، زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت، في المره اللي فاتت، ظهره مفرود حته واحده. لو صبينا عليه ميه ما تتكبش كده ولا كده ولا كده ولا كده، لانه حته واحده مستوي. وقال للمسيء صلاته فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وامكن لركوعك. وكان لا ينصب، ربنا يهديه، وكان لا ينصب رأسه، ما يرفعش رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك وكان يطمئن في ركوعه. وكان يقول، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده. ما تصلي عليه، قاعد مشغول بالتليفون ليه؟ اتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم او سجدتم. اهي دي من خصوصيات سيدنا النبي. انت واقف بعيد ليه يا محمد يا مصطفى؟ ربنا يتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. من خصوصيات سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان هو كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه. ازاي؟ انت يجب عليك الاستسلام. في ناس هيقولوا لك كان له عينين في ظهره، مالوش عينين في ظهره، ما ثبتش. احنا ورا الحديث، اني لاراكم من بعد ظهري كما اراكم من امامي. يبقى الرسول كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه بالظبط، بدون عينين. الله يريه بنفس العينين، شايف اللي ورا زي اللي قدام. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا ما ركعتم أو سجدتم ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. يا
يا على راجل مسلم بيصلي وهو على غير المله. يا نهار ابيض، والله حاجه صعبه جدا، حاجه تخوف. ليه؟ قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. شفت غراب وهو بينقر دم؟ زمان اما كنا ننظر الى، واحنا كنا راجعين من المدرسه كده واحنا في ابتدائي، وكانوا يذبحوا البعير او البقره، كان جزار في طريقنا، كان الغراب ينقر الدم كده، فكان هذا الانسان الغراب وهو ينقر الدم شبيه باللي بيركع كده. شوف الغراب كان ينقر الدم هكذا، هي دي النقر ده السريع ده اهو كذلك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قلت لكم القصه دي قبل كده لما كنت انا وصديق لي الله يكرمه ويبارك فيه، هو اللي باقي يعني من الاصدقاء الى الان، وكنا دخلنا مسجد نصلي، فالراجل سريع جدا، فبعد ما خلصنا صلاه صاحبي ده بص لي كده وهو بينا، لحقته؟ انا لحقته. فعلا بتجري وراه. احنا واقفين نقرا الفاتحه تلاقيه ركع، على ما كمل الفاتحه الله اكبر يكون رفع، سمع الله لمن حمده عليه يكون سجد، الله اكبر سبحان الله. ايه بتجري ليه؟ هو ده الذي ينقر، شكرا يا مدي، الذي ينقر الصلاه كما ينقر الغراب الدم. قال رسول الله. شويه احاديث النهارده زي الفل والله. الناس اللي صايمه النهارده تدعي لنا عند المغرب، عند الفطار كده ادعي لنا ان شاء الله. مثل، يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. الله، شفت بقى اللي بيصلي ده زي اللي بياكل وبيستطعم وبياكل. لو ان احنا في عصر حتى الاكل بقى اي كلام، بقى الشباب النهارده، المهم مش ده الموضوع، لكن الصلاة طعام الروح. الصلاة هي الحياة، الصلاة هي اللي بتقيم صلبك بين يدي الله، الصلاة هي حظك ونعيمك وقوتك، قوة القلب. كيف تربي طفلا قوي القلب، خطبة من 20 سنة ولا اكتر دي، كيف تربي طفلا قوي القلب، انك تربيه اول حاجة على انه يصلي، ويصلي صح. ازاي؟ يقف ويركع ويسجد ويركز. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين، الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. عايزين في الصلاة نستمتع. عشان كده سيدك النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل، يعني يجي المغرب وما يفطرش، يفضل صايم لتاني يوم المغرب، كان بيواصل. فالصحابة واصلوا معاه فقال لا تواصلوا، لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طعامه وسقياه الصلاة والقرآن وذكر الله.